السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ وتجارب مع مروة. واليوم راح نشارك معكم صابلي الكيلة. راح نديره شكل عمرة وتقدروا تغيروا فيه، ديروا العيد ولا كاين بزاف يعني موتيف في الاسواق. وراح نشارك معكم واحد الحشو بزاف بنين وسهل واقتصادي، يعني تقدروا كامل ديروه. وما تنساوش باش تصلوا وتسلموا على رسول الله. تبعوا معايا المقادير. راح نحتاجو 500 غرام من الزبدة، لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، ورشة من الملح، حوالي ملعقة صغيرة من لافاني، ونص كيلة من الزيت، وأربع حبات بيض زائد صفار. ونضربوهم مليح بالباتر، ولا تقدروا تخدموا بالفوي، ولكن الباتر راح يسهل عليكم العملية. وراح نضيف نص كيلة من سكر كلاصي، ودايما السكر لازم تغربلوه كما تعرفوا فيه الحبيبات. وراح نخلطوا كامل المكونات مع بعض. ومن بعد راح نضيف نص كيلة من المايزينا، وراح نضيف عليها 2 كيلات من الفرينة، وباكي ونص من الخميرة الكيميائية. تقدروا ديروا حتى 2 باكي، ولكن انا فضلت ندير باكي ونص، راح تكون كافية. ونبدا نخلط كامل المكونات. وكما سبق وذكرت لكم عجينة تاع الصابلي ما تعجنش، لازم تخلطوها بالاصابع فقط. ونبداو نضيفوا الفرينة تدريجيا. ودات لي حوالي 3 كيلات وربع من الفرينة، وانتم قادرة تدي لكم اكثر وقادرة تدي لكم اقل، يعني على حسب نوعية الفرينة. ومن بعد شكلوها على شكل كرة. اذا شفتوها طريه بزاف معناتها مازال خاصها الفرينة، واذا شفتوها بهذا القوام صاي، يعني هذاك هو القوام المطلوب. وغطوها بصاشي هكا باش ما تيبس ليكمش. ودائما بالاستعانه بكيس غذائي، ما ديروش الفرينة على سطح العمل لانه راح تنشف لكم العجينه. وبداو هنا تفتحوا العجينه بسمك يكون رقيق شويه، لانه راها فيها كميه مليحه من الخميره الكيميائيه. وخيروا اي طابع تفضلوه. انا فضلت طابع يكون مربع، وانتم ديروا الطابع اللي يعجبكم. وباش يبقى لكم الصابلي محافظ على الشكل نتاعه، يعني كيما تطبعوه كيما تلقوه، يعني بعد ما يطيب كي تكونوا تطبعوا فيه ما تحركوش الطابع نتاعكم، يعني كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. والسر الثاني، ما لازمش يطيب في درجة حرارة عالية، لأنه راح يتقلص الحجم نتاعه. لازم يطيب بدرجة منخفضة، يعني لازم الفور يكون ديجا مسخن. والصابلي كما تعرفوه ما يتحمرش بزاف، يعني يطيب من التحت ويدي تحميرة خفيفة من الفوق، يعني يطيب من الفوق. ومن بعد خلوه يبرد ونكملوا بقية المراحل. وراح ندير كريمة الزبدة. راح نحتاج 2 مغارف ولا 3 مغارف كبار، يعني على حسب الكمية اللي عندكم. كما راكم تلاحظوا راها عندي كمية كبيرة. مع ملعقة كبيرة من شوكولاتة الطلي. إذا ما كانتش متوفرة تقدروا تضيفوا ملعقة كبيرة من المربى أو الكونفيتير. وراح نضيف نيسلي كراميل. وراح نضيف ملعقة من الكاوكاو مخلط مع النيسلي والقاطو. هاد الوصفة اللي سبق وشاركتها معكم في السيجار، يعني أنا درت كمية كبيرة وشاطت لي هاد حوالي 2 مغارف. وتقدروا ديروا 2 مغارف كبار من كاوكاو محمص ومرحي، ولا تقدروا تستغنوا على كامل هذه المرحلة، ولكن أكيد راح تزيدكم بنة. ودائما رايحين نضربوهم باستعمال الخلاط الكهربائي، راح تسهل عليكم الخدمة بزاف وراح يجيكم كريمي. وهذا هو الصابلي بعد ما طابلي. ونبداو نعمرو في الصابلي تاعنا بهذه الطريقة، يعني بالحشو اللي خدمناه مع بعض. وفي الوسط راح نحشيه بالنيسلي كراميل، ولا تقدروا تخدموا بذوق الكابريز، ولا لكم حرية الاختيار. ولا تقدروا تخلوها كامل بكريمة الزبدة، راح تجي بنينة بزاف وما راح تجي فيها كامل بنة نتاع الزبدة. وراح نكملوهم بنفس الطريقة. وعندي حوالي 700 غرام ولا 600 غرام من الشوكولا بالحليب، يعني باكي وربع.
ونديهم نذوبهم على حمام مائي. وراح ندير هادو زوج نتاع لي موتيف تاع العيد ونتاع عمره. وفي هذه المرحله يعني ذوبت شوكولا فقط، ما ضفت ليها حتى اضافات، ما ضفت لا زيت لا والو. ونبداو نعمرو في لي ترونسفير تاعنا بهذه الطريقه. ومن بعد ما جمدوا تحصلنا على هذه النتيجه. لازم نديروهم هما الاولى. ومن بعد بداو تقلاصوا في الكاطو تاعكم يعني عادي كيما راكم والفين. ضفت عليها حوالي 4 مغارف ولا 5 مغارف من الزيت، يعني في كل 100 غرام ضيفوا ملعقه من الزيت. وانتم شوفوا عينكم ميزانكم، اذا كان خاصها يعني تقدروا تزيدوا لها. ومن بعد ما نشف الكلاصاج راح ندير كونفيتير في الاطراف ونرمده في القطايف. تقدروا ديروا هذه العمليه والكلاصاج تاعكم مازال يعني مازال ما جمدش، ولكن راح تجيكم شويه صعيبه هذه الخدمه. من الاحسن ديروا هذه الطريقه. وراح نضيف كميه من الشوكولا في الوسط وندير ترانسفير يعني اللي يعجبكم. انا كما سبق وذكرت لكم عندي نوعين، عندي عيد مبارك وعندي عمره. ان شاء الله ربي يجيبهم بخير. وهذه هي النتيجه النهائيه. هذا الكاطو صدقوني راح يجي بزاف بنين، راح يجي فيه ذوق تاع الشوكولا وذوق تاع النيسلي تاع الكاوكاو والقطايف، يعني بزاف يعني فيه بزاف ليغو. وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.